للزميل مراد وهذه المجلة العلمية الفلكية. هل أنتم من هواة العلوم والمعرفة؟ هل قادكم فضولكم يوما لمعرفة أسرار الكون وما حولكم؟ وهل ترغبون في سفر عبر الزمن لتتعرفوا على حياة العظماء؟ نادي المعرفة نافذتكم على الأكوان، يطلعكم على جديد العلوم والتكنولوجيا، ويمنحكم متعة التعلم والاكتشاف. نادي المعرفة فضاء علمي أسبوعي، من إعداد وتقديم جمعية الشعراء لعلم الفلك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومعكم نتعلم ونرتقي. نادي المعرفة، مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في رحلة علمية هنا من استديوهات إذاعة قسنطينة الجهوية. اليوم هو الجمعة 26 نوفمبر 2010 مباشرة من قسنطينة. جمال العقل بالفكر، جمال اللسان بالصمت، جمال الوجه بالعبادة، جمال الفؤاد بترك الحسد، جمال الحال بالاستقامة، جمال الكلام بالصدق. نادي المعرفة يحييكم مستمعينا الأكارم في إطلالته الأسبوعية هنا من قسنطينة. إذا نحن في نادينا من لقائنا هذا سنحلق عاليا جدا لنكتشف جديد العلوم. كل هذا في دقائق معدودة. كونوا معنا، الرحلة ستنطلق. أن يتمتع بالسماء الليلية. طبعا هنا في قسنطينة صعب جدا أن نتمتع بها لأنه هناك تلوث الضوئي، يعني هناك إنارة ضوئية كبيرة جدا. أما يعني هذا الجانب الأول. الجانب الثاني طبعا الأحوال الجوية مع السحب التي موجودة إن شاء الله أمطار الخير، فهي لا تساعدنا كثيرا حتى نتمتع بجمالية السماء، ولكن هناك فرصة مواتية جدا لنتمتع بجمالية السماء. هذه الفرصة إن شاء الله ستكون مواتية انطلاقا من يوم الأحد المقبل، ألا وهي وصول القبة السماوية المتحركة إلى قسنطينة هنا. هذه الوسيلة البيداغوجية، يعني وسيلة سفر يعني ما بين الكواكب، ما بين النجوم، سنتعرف عليها مع زميلنا فاتح. مساء الخير هنا في بلاتو نادي المعرفة. مساء الأنوار زميلي مراد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأفاضل، زميلي مراد، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة في رحاب نادي المعرفة الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله دوما ويديمه نعمة ويجعله دوما منبرا علميا متميزا. شكرا. بعد من كان مقدما للحصة والآن ضيف. شكرا فاتح. إذا فاتح، قبل أسابيع كنت في ضيافة الباهية وهران في الغرب الجزائري. ما هو مقصد المهمة؟ نعم فعلا، وكما ذكرت زميلي مراد، القبة السماوية أو ما يسمى بالبلانيتاريوم يحط الرحال أخيرا بمدينة العلم بعدما صال وجال في غرب البلاد، بداية بمدينة وهران ومدينة تلمسان. ها هو الآن يدخل ولاية قسنطينة بعدما كان قد توجه كما قلت إلى ولاية وهران التي أتاها من مركز لوريون للأبحاث الفلكية.
طبعا هذه التظاهرة أو هذه القبة تأتي في إطار التعاون بين المركز الثقافي الفرنسي CCF وجامعة منتوري قسنطينة من جهة، ومركز لوريون وجمعية الشعر لعلم الفلك من جهة أخرى. هذه الجمعية طبعا التي ستسهر على تنشيط هذه التظاهرات طيلة وجودها هنا في قسنطينة طبعا مدى طبعا 21 يوم. طبعا فاتح حتى يعني يعرف المستمع جيدا البلانيتاريوم أو القبة السماوية المتحركة، هل لنا من توضيح؟ طبعا هذه الآلة هذه كيف راهي مدايرة، ما هو يعني المبدأ تاعها، مبدأ الاستعمال؟ أكيد ببساطة أنه البلانيتاريوم أو القبة السماوية هي عبارة عن نصف كرة ذات قطر حوالي 3 أمتار. هذه الكرة يعني غونفلابل، يعني نقدرون عن طريق الهواء ننفخوها ونسمحوا الأشخاص أنه يكونوا داخل هذه القبة. طبعا يوجد في المنتصف هذه القبة جهاز إسقاط، يعني راح يكون ظلام داخل هذه القبة، ويكون جهاز إسقاط ضوئي أين ستتم محاكاة للسماء الليلية، يعني المليارات من النجوم. حتى أنه كما ذكرت معلومة مهمة زميلي مراد، أنه في المدينة مثلا نظرا للتلوث الضوئي والجوية غير مناسبة، يعني طبعا الهواة لا يسعهم أن يتمتعوا بليلة رصد هادئة تظهر فيها جميع النجوم، بالإضافة إلى التلسكوبات. يعني أنه داخل هذه القبة السماوية يمكن للأشخاص أنهم يتمتعوا بسماء ليلية صافية جدا، يعني ظروف رصد مثالية بدون الحاجة إلى استعمال التلسكوبات أو المناظير، لأنه جميع النقاط إذا صح التعبير النجوم أو الأجرام السماوية نقاط ضوئية. نعم، فقط أذكر هنا فاتح أنه من خلال استضافتنا لبعض الشخصيات اللي مرت هناك أستاذنا مروان الشويكي الذي هو رئيس القبة الفلكية المتحركة لمسقط في عمان، والذي جاءنا بمناسبة يعني انعقاد المهرجان الوطني التاسع في علم الفلك الجماهيري. كان هنا معنا في الاستوديو، كذلك كانت هناك لقاءات يعني هامشية من خلال الملتقى، ويعني قدم عروض رائعة، وحتى قدم لنا بعض البرامج أو بعض النماذج للبرامج التي تقدم في القبة الفلكية. فعلا فهي متميزة جدا يعني ورائعة، ويعني إن شاء الله أمنية أنه تكون هناك قبة فلكية يعني في قسنطينة، في قسنطينة، لأنه تقريبا معظم عواصم العالم أو معظم المدن يعني العالمية المعروفة فلها قبب سماوية بتشكيل يعني فني ورائع جدا، وهي طريقة بيداغوجية يعني متميزة للأطفال هكذا. أكيد انه حتى انه هناك عده انواع من هذه البلانيتاريومات او القبب السماويه، لانه كاين انواع خصوصا الغير متحركه منها، يعني تحتوي على تكنولوجيا عاليه اسقاط رقميه، اين تتم هناك اسقاط دقيق جدا للاجرام السماويه، محاكاه فعليه يعني عن طريق برامج جدا متطوره. بإمكان أنه تستعمل كبديل للرصد يعني للرصد الهاوي في ظروف جوية إذا كانت الظروف الجوية غير مناسبة، وتستعمل كذلك كوسيلة بيداغوجية مثلا للطلبة. هنا معنا في الجزائر لا يوجد شعب لدراسة علم الفلك، لكن في الخارج يوجد العديد من يدرسون علم الفلك يعني كمواد. نعم. كمواد يصعب انك توجد يعني تجمع للطلبة في ظروف رصد مثالية، لكن عن طريق القبة السماوية بكل بساطة انه يعني كل الطلبة يكونوا داخل هذه القبة، وتكون جو مثالي لعملية الرصد، وان يتموا ان يستطيعوا ان يشوفوا الكوكبات بكل تفاصيلها، ودون حتى الحاجة الى استعمال اجهزة رصد كمناظير التلسكوبات. نعم. فقط هنا كذلك اضيف انه القبة الفلكية المتحركة او القبة السماوية هي طبعا كما قلت هي وسيلة بيداغوجية، حتى ممكن الانسان يعمل سيمولاسيون، يعمل محاكاة. مثلا نرجع إلى حوالي 4000 سنة كيف كانت حالة السماء، نرجع مثلا إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في حادثة الكسوف، سنعيش الحدث. ممكن نعرف كيف استطاع مثلا ماجلان يعني أن يعبر المحيط عن طريق الاهتداء بالنجوم، أو مثلا عن طريق الذي اكتشف العالم الجديد الذي هو كريستوف كولومبس يعني بالحوادث المعروفة. فكثير من الحوادث ممكن الإنسان يسعاها ويستعملها من خلال محاكاة يعني القبة الفلكية. ضف إلى ذلك يعني بعض الأحداث التاريخية التي يعني عبورات نعم، عبورات مذنب هالي. بل أكثر من هذا ممكن نتذكر فاتح
عندما ذهبنا الى تونس العاصمه في مدينه العلوم يعني لديهم قبه، فالانسان ممكن يكون يحاكي نفسه على مثلا على القمر، او يحاكي نفسه على المريخ، او يحاكي نفسه على كوكب اخر. الانسان يعني خصوصا يعني هذا يعتمد على التكنولوجيا المستعمله القبه، يعني خصوصا كما قلت لك زميلي مراد انه القبه التي تتمتع بنظام رقمي هي وسيله جد فعاله. يعني بامكانك انك ان تتموقع على اي جرم في مهما كان يعني على سطح المريخ. كيف ستبدو لك الارض من على المريخ، من على القمر، من على اي كوكب. يعني رائعه فعلا، وحتى يعني فرصه للعائلات، فرصه للشباب حتى اللي يدرسوا في الابتدائي او في الثانوي او يعني في الجامعه، فرصه انه الانسان يعيش عوالم اخرى يعني بغير العالم الذي يعني يكون فيه. نرجع الى الحدث. فاتح، كنت في وهران، قمت بتربص هناك خاص بكيفيه تشغيل القبه السماويه المتحركه. اكيد يعني قبل حوالي 20 يوم من الان على ما اتذكر كان هناك تربص وطني لكل اعضاء لكل منطقة يعني هناك ممثل عن كل ولاية تقريبا، لكن للأسف أني أنا ما التحقتش بهذا التربص يعني في الوقت المناسب. بعدها كنت أجريت تربص يعني لوحدي على يد أحد المتربصين في ولاية وهران، وسيكون إن شاء الله غدا يوم تكويني لباقي أعضاء الجمعية، لأنهم هم الذين يعني الفرسان الذين سيسهرون على تنشيط هذه التنشيط داخل هذه القبة اثناء وجودنا في قسنطينة. اذا الموعد هو غدا ان شاء الله. المكان فاتح؟ الموعد لاعضاء جمعيه الشعراء لعلم الفلك غدا بدار الشباب المنصوره في حدود الساعه 10 الى غايه الساعه 4 مساء. سيكون يوم تكويني ان شاء الله مكثف على كيفيه تهيئه هذه القبه، كيفيه وضع جهاز الاسقاط، كيفيه التنشيط، وضع سيناريوهات التي ستقدم للطلبة. وإن شاء الله في الموعد الثاني سيكون الرسمي، سيكون افتتاح هذه القبة في جامعة قسنطينة، كلية العلوم في عمارة العلوم يعني بلوك دي سيونس في الاستوديو داخل المركز السمعي البصري لوديو فيزيوال يوم الأحد إن شاء الله في حدود الساعة 9 صباحا. نعم. كذلك اللي يسمعونا يعني الطلبة اللي يحبوا ما محتى يعني يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله غدا بدار الشباب المنصورة، يقدروا يكونوا حاضرين حتى يعني نوعا ما يعيشوا الحدث ويتعلموا مبدأ استعمال القبة يعني السماوية المتحركة. أكيد إن شاء الله. نعم. ممكن مفتوحة للكل. نعم. الآن ممكن فاتح تمد لنا يعني بعض البرامج اللي ممكن تكون في القبة السماوية المتحركة حتى الناس تفهم يعني كيف ندخلوا لداخل، كيف راح يكون المبدأ العام. أكيد يعني بعدما تكون تهيئة هذه القبة يعني تهيئة نقصد بها عملية النفخ، لأنه هذا القبة السماوية المتحركة هي بالون غونفلابل يعني كرة اللي تنفخ وين راح طاقة الاستيعاب تاعها حوالي 25 شخص. يكون هاد الأشخاص بالداخل يكونوا جالسين. أكيد راح يكونوا جالسين على الحواف. كاين كوساندر يعني وسادات هوائية تقريبا وسادات هوائية. وجهاز الإسقاط راح يكون في المنتصف. أكيد راح يكون بعيدا عن كل الأضواء، لأنه هذه القبة يعني ما تكونش داخل تحت أشعة الشمس، حتى ما تكونش أيضا تحت معرضة للظروف الجوية يعني أمطار وما شابه ذلك، لأنه أكيد لازم ظلام حتى يكون كاين هناك إسقاط. يكون الجهاز الإسقاط يكون في المنتصف. الانيماتور أو الشخص المنشط أكيد راح يكون أيضا في المنتصف. بعدها يعني كل شيء يتعلق بالسيناريو أو الفيلم أو الرحلة العلمية التي يراد يعني تعريف الذين وجدوا في داخل هذه القبة، تعريف بها. طبعا هنا يعني نذكر أنه في خلال تواجدنا كما قلت سابقا في تونس في مدينة علوم، كانت الفكرة التي طرحت أو السيناريو الذي طرح هو لما أعتقد الفصول الأربعة. يعني لماذا في فصل الصيف يكون النهار طويل؟ لماذا في فصل الشتاء النهار يكون قصير؟ مثلا مواقع النجوم، مواقع بعض الكواكب. فيعني بطريقة بيداغوجية وطريقة يعني فعلا حتى الإنسان اللي ما عندوش فكرة حول بعض